السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة هنعمل 20 قطعة سويس رول طعمه في منتهى الجمال بتمن قطعة واحدة بس من اللي بتشتريه من بره. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتبقى اسهل حاجة بالنسبة لك هو السويس رول. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير اقتصادية. ان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة وهتبقي استاذة فيه. هحط عندي في البولة 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هحط عليهم كوباية الا ربع من السكر العادي، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، والمقادير دي هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. المقادير دي هتعمل لي 20 قطعة، 10 قطع ابيض و10 قطع بالشوكولاتة. حط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل. حطيت كمان نص كوباية من المية، مية من الحنفية لا هي ساقعة ولا سخنة. وحطيت كوباية ونص من الدقيق الابيض العادي، دقيق ابيض عادي مش سبونش ولا حاجة، اي نوع بقى دقيق موجود عندك يكون مكتوب عليه متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. حطيت عليه بعد كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف مش هتفرق برضو. واحط معلقة صغيرة مليانة من محسن الكيك الجيل. وهنا المحسن في الوصفة دي ضروري لان احنا حاطين كل المكونات على بعضها، ما ينفعش ان احنا نستغنى عنه او نستبدله بحاجة تانية. هقلب كده المكونات مع بعضها علشان ادخل الدقيق في السوائل عشان لما اجي اشغل المضرب ما يطلعش لبره. وبعد كده بشغل المضرب على سرعة عالية لمدة تقريبا 8 دقايق او 10 دقايق لحد ما الخليط يكون عامل زي الكريمة ولونه ابيض فاتح وحجمه يزيد زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا انا بقلب الخليط كويس عشان انا عندي العجان مش بيجيب لغاية تحت خالص، فكل فترة كده بقلب بالمعلقة علشان اضمن ان المكونات كلها مندمجة مع بعضها كويس. كده الخليط بقى جاهز عندي، شايفين بقى تقيل ازاي عامل زي الكريمة وشايفين لونه بقى فاتح ازاي. دلوقتي بقى جبت صاج مقاس 30 في 40، حطيت فيه ورقة زبدة، مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 علشان ادخل السويس رول والفرن سخن. دلوقتي بقى انا هحط نص الكمية دي علشان اعمل سويس رول الفانيليا الاول. انا يعني بالشكل كده اخدت نص الكمية، لو حابة انك انتي تقسميهم مظبوط هتقسميهم بميزان او هتجيبي بولتين يكونوا قد بعض بالظبط وتحطي نص الكمية هنا ونص الكمية هنا زي ما انتي حابة. انا حطيت بالشكل كده حوالي نص الخليط، سويته على الصاج بالشكل ده وخبطته كده على الرخامة علشان يتساوى. دخلته الفرن على درجة حرارة 180، قعد تقريبا 10 دقايق، ما تطوليش عليه اكتر من كده لان هو رفيع خالص مش عايزينه ينشف عشان لما نيجي نلفه ما يتكسرش معانا. على بال ما الخليط الابيض يستوي جبت بقى الجزء التاني، حطيت عليه معلقتين كبار من الكاكاو وقلبته كده بالسباتولا كويس قوي لحد ما دخلت الكاكاو وبقى عندي الخليط اللي بالكاكاو بالشكل ده. تقريبا على بال ما عملت الخطوة بتاعه الكاكاو دي كان عدى 10 دقايق وكان الاسبونج الفانيليا خلاص استوى بالشكل ده. طبعا هو هنا سخن جدا. طلعته بالورقة بتاعته كده حطيته على جنب، وجبت نفس الصاج حطيت فيه ورقة تانية نظيفة عشان احط فيه الخليط اللي بالكاكاو. طبعا ده عشان انا عندي صاج واحد من المقاس ده، لكن لو انتي كان عندك اتنين ممكن تدخلي الاتنين مع بعض. برضو نفس الطريقة بساوي الخليط كده بالشكل ده وبدخله برضو الفرن. خدي بالك بقى في المرة التانية بيكون الفرن سخن جدا لانه بيكون والع بقاله فترة على ما سوينا اللي قبليه، فيعني يمكن مش بياخد كمان 7 دقايق وبيكون استوى. هنا ببدأ بقى ان انا افك الاسبونج كده من على الورقة. في المرحلة دي هو كان دافي، يعني يدوب بس كده تهوى 5 دقايق وابدأ ان انا اشتغل فيه على طول. بسلك كده الورقة من على الجناب وبلفه وهو دافي بالورقة بتاعته كده، بس بلفه على واسع ما تضايقيش ايدك قوي علشان ما يتكسرش معاكي، يعني لفيه كده على واسع شوية. وبقفل الورقة من الجنبين وبسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد خالص.
وهنا كمان السبونج بتاع الكاكاو خلاص، برضو بعمل فيه نفس الكلام، بشيله من على الصاج واستنى بس يهدى كده 5 دقايق، وبعد كده بلفه بالورقة بتاعته وهو دافي برضو. بسيبهم بقى الاتنين كده على جنب لحد ما يبردوا تماما، وفي الوقت ده بكون جهزت الكريمة اللي انا هحشي وهزين بيها. عندي كوباية من المية، مية من الحنفية عادي، حطيت عليها معلقة كبيرة مليانة من السكر، بقلبهم كده شوية بحيث ان انا ادوب جزء من السكر. بعد كده حطيت كوباية من الكريم شانتيه الخام، ضربتهم مع بعض كويس لحد ما الكريمة تقلت وبقت عندي بالشكل ده. ممكن بقى هنا تدخليها التلاجة الكريمة ان هي تسقع وترتاح شوية، وممكن انتي تشتغلي على طول. طبعا هو الافضل انك انتي تسيبيها في التلاجة، لكن انا علشان كنت مستعجلة فبدأت ان انا اشتغل فيها على طول. اول حاجة دلوقتي جبت سويس رول الفانيليا، ولازم اتأكد ان هو بارد خالص عشان لما احط عليه الكريمة ما يسيحليش الكريمة ويطلع الشكل في الاخر مش مظبوط. ببدأ اول حاجة ان انا افكه كده من الورقة بالراحة خالص عشان ما يتقطعش مني، وبعد كده بحشي بالكريمة. لو في جزء اتقطع منك او حاجة مفيش مشكلة، يعني في الاخر مش بيبان اي حاجة. وبعد ما بحشيه برجع الفه تاني زي ما كان، والفه في الورقة بتاعته وبحطه في التلاجة. هنا وانا بلف السويس رول وانا بحشيه في اجزاء كتيرة في التصوير اتحذفت للأسف، فهتشوفوا الخطوات معايا تاني دلوقتي مظبوطة وانا بعمل سويس رول الشوكولاتة. هنا خدت شوية من الكريمة اللي انا كنت عاملاها، حطيت عليها معلقة من الكاكاو وقلبتهم مع بعض علشان يكون عندي كريمة بالشوكولاتة. ودلوقتي بقى هحشي سويس رول الشوكولاتة. وهنا الحمد لله التصوير كان مظبوط، فهتشوفوا معايا بقى الخطوات بالظبط. بفكه كده برضو من الورقة بتاعته، وبحشيه بطبقة كويسة من الكريمة. ممكن تضيفي معاها اي حاجة تانية، فواكه او مكسرات او شوكولات شيبس. وبرجع الفه تاني زي ما كان. لو في بقى اي كريمة زيادة طلعت من هنا بشيلها بالمعلقة كده علشان يكون شكله متساوي من بره. وبرجع الفه بالورقة بتاعته وبقفلها من الجنبين وبحطه في التلاجة مش اقل من ساعة او ساعة ونص على بال ما يسقع كده شوية ويتماسك، عشان نرجع نكمل بقية الخطوات. هنا كان عدى عليه تقريبا ساعة في التلاجة، سقع كويس ومسك كده في بعضه زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اغلف سويس رول الفانيليا الاول من بره. بصوا شايفين شكله حلو ازاي، ممكن تقدميه كده على بعضه او ممكن تقطعيه زي ما قطعناه في الاخر. بجيب بقى الكريمة بدهنه كده الاول بالمعلقة عادي، وبعد كده هوريكم هنسويها ازاي. بجيب ورقة زبدة مطبقاها كده كذا طبقة فوق بعض، او ممكن ورق كراسة عادي، بتنيه بالشكل ده وبعدي عليه فوق الكريمة علشان تتساوى.
وتبقى بالمنظر ده. طبعا مش لازم تتساوى بالظبط لان احنا لسه هنحط عليه تزيين من بره، بس يعني ايه بنخلي الشكل منسق شويه. نفس ما عملت بالظبط في السويس رول الفانيليا هعمل دلوقتي في السويس رول اللي بالكاكاو. كنت ما بين كل خطوة والتانية بضطر ان انا ادخله التلاجة تقريبا نص ساعة او اكتر شوية، لان الايام دي الجو حر جدا، فعشان ما يسحش مني او في الاخر يطلع شكله متلخبط، فكل ما بعمل خطوة كنت بحطه في التلاجة يرتاح شوية. اخر حاجة بقى خالص التزيين، حبيت اعمل تزيين بسيط قوي. كان عندي صوصات، اخدت معلقتين من صوص البيستاشيو، حطيت عليهم معلقة زيت، قلبتهم مع بعض كويس قوي لحد ما الصوص فك وبقى يقدر ان انا انزله بسهولة على السويس رول. ممكن بقى انتي تحطي اي حاجة تانية، صوص شوكولاتة، ممكن تحطي عليه جوز هند من بره، اي حاجة موجودة عندك. انا شفت ايه المتاح عندي واستخدمته. حطيت بقى صوص البيستاشيو في كيس تلاجة كده وعملت خطوط على السويس رول من فوق. بعد كده معلقتين من اللوتس، حطيت برضو عليهم معلقة زيت وقلبتهم كويس بالمعلقة لحد ما فك معايا، وعملت عليه خطوط بالشكل ده. بعد كده رجعت تاني دخلته التلاجة، نفس الكلام في السويس رول اللي بالشوكولاتة، بس حطيت عليه بديل النوتيلا وصوص الكندر. برضو باخد معلقتين عليهم معلقة زيت، اقلبهم كويس بالمعلقة لحد ما يفك معايا واعمل خطوط بالشكل ده. هبدأ بقى دلوقتي ان انا هقطع، ومهم جدا قبل ما تبدأي تقطيع في السويس رول ان هو بقى في المرحلة دي لازم يرتاح في التلاجة مش اقل من ساعتين 3، او لو انتي مستعجلة عليه ممكن تحطيه في الفريزر. ما ينفعش ابدا تقطعي السويس رول وهو مش ساقع كفاية، علشان القطع تطلع معاكي كده متساوية وشكلها حلو. حتى انتوا تلاحظوا ان السويس رول الفانيليا كان بيتقطع معايا افضل، علشان كان مرتاح في التلاجة وقت اطول واخد وقته. لكن السويس رول اللي بالشوكولاتة استعجلت عليه شوية، فما كانتش تقطيعته حلوة زي السويس رول الفانيليا. السكينة اللي بقطع بيها تكون حامية، ولازم امسحها ما بين كل مرة والتانية بقطع بيها. وفي الاخر حطيت على السويس رول اللي بالفانيليا كريز، واللي بالشوكولاتة حطيت عليه كريسبي ذهبي. قطعت الفانيليا على 10 قطع واللي بالشوكولاتة برضو على 10 قطع، فطلع عندي 20 قطعة من السويس رول في منتهى الجمال، شكل وطعم بجد تحفة. كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.